الاسواق بتنخفض بشكل كبير جدا، وسوق الكريبتو وخصوصا البيتكوين بينهار انهيارات مرعبه زي ما توقعنا في الفيديو اللي فات. بس بصراحه انا ما كنتش متوقع ابدا انه يحصل انهيار رهيب زي ده، بس كنا ماشيين ورا الباتر. بس ده اكبر انخفاض شفناه في حياتنا. اللي بيحصل عباره عن تصعيد جديد في الحرب الاقتصاديه اللي ما بين الصين وامريكا. ايه بقى اللي بيحصل وليه دلوقتي، وايه السيناريوهات المتوقع حدوثها في الفتره اللي جايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. يوم 9 اكتوبر وزاره التجاره الصينيه طلعت اشعار او قانون جديد بيقول ان اي شركه بتنتج منتجات فيها معادن نادرة بنسبة 1/10% أو أكتر لازم تاخد موافقة من الصين قبل ما تصدرها. تاني يوم على طول 10 أكتوبر طلع ترامب وأعلن عن تعريفة جديدة على الصين بنسبة 100% فوق اللي هو عليهم اصلا. يعني بدايه من نوفمبر المفروض ان المنتجات الصينيه يبقى عليها تعريفه تقريبا من 130 ل 150%. وطبعا بكين ردت على طول ان هم كمان هيعملوا تعريفات على امريكا. السوق بقى ما بين 10 ل 12 اكتوبر حصل فيه ايه؟ الكريبتو حصل فيه هبوط حاد طبعا وتصفيات ضخمه بمليارات الدولارات، والاسهم العالميه خصوصا اسهم التقنيه واشباه الموصلات والايفيز كل دول عليهم ضغوط عاليه جدا للبيع بسبب مخاوف من سلاسل الامداد طبعا. طب ليه الصين عملت كده؟ وايه اصلا موضوع المعادن النادره دي؟ الصين بالفعل بتهيمن على معالجه وتعدين المعادن النادره دي. تقريبا 70% من تعدين العالم و90% من معالجته عندهم هم. المعادن دي اللي بيتم استخدامها في اشباه الموصلات اللي بنستخدمها في كل حاجة دلوقتي، من أول الموبايلات مرورا بمعالجات الذكاء الاصطناعي ولحد الصواريخ والطائرات الحربية. بس من الناحية التانية الغرب وأمريكا وهولندا تحديدا عندهم احتكار شبه مطلق على المكن اللي بينتج الشرائح الإلكترونية أو المايكرو تشيبس، ودي اللي بتطبع الترانزستورات بدقة نانومترية. من غير المكن ده محدش هيعرف يحول السيليكون والمعادن النادرة دي لمايكرو تشيبس. يعني الشركات الأمريكية زي انفيديا واي ام دي وابل وغيرهم بيصمموا الرقائق ويبعتوها للمصانع الآسيوية زي سامسونج في كوريا أو تي اس ام سي في تايوان اللي بيستخدموا المعدات الغربية دي علشان يعملوا المايكرو تشيبس. يعني من الاخر الآلة والبرمجة من امريكا والمواد الخام من الصين. امريكا بقى فرضت قيود على بيع المكن ده للصين، علشان كده الصين مش قادرة انها تطور من موبايلات هواوي بتاعتها مثلا علشان تبقى زيها زي سامسونج وابل. قامت الصين لعبت لعبة معاكسة وفرضت هي كمان قيود على المواد الخام. لعبة سيب وانا سيب يعني من الاخر. طب ليه بقى الخناقه دي ظهرت دلوقتي؟ هو احنا ناقصين؟ اول نوفمبر المفروض ان ده الميعاد اللي محدده ترامب لعوده التعريفات الجمركيه على الصين بنسبه 130 ولا 140%. وواضح كده ان هما ما وصلوش لاي اتفاق ما بينهم عشان يشوفوا الدنيا دي هتمشي ازاي. قامت الصين مسبقه واخدت الخطوه دي كنوع من التصعيد على الرئيس الامريكي اللي حكومته بالفعل عامله اغلاق اصلا. طبعا التعريفه اللي بيقول عليها ترامب دي مش هتبقى اكتف، مش هتحصل قبل اول نوفمبر. ايه بقى السيناريوهات المتوقعه من النهارده لاول نوفمبر؟ بصوا هو الموضوع طبعا متوقف على هيعرفوا يسايسوا بعض ويتكلموا مع بعض ويوصلوا لحل نهائي ولا لا. اول سيناريو اللي هو التشديد المضار، هنعلي على بعض بس بالعقل، يعني ما يوصلوش لاتفاق. تبدأ الصين تطبق 100% على المعادن النادرة مع إعفاءات مؤقتة لبعض القطاعات الأمريكية. يعني نشدد على بعض بس نسيب الباب مفتوح لحد ما نلاقي حل ما بيننا. النتيجة طبعا هتكون ارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد والتوريد بتاعة الإلكترونيات والإلكتريك فيكلز أو العربيات الكهربائية الإيفيز، كمان قطاعات الدفاع العسكرية. ده هيبقى على مدى ربعين مثلا. تاني سيناريو وده السيناريو السيء، التصعيد المتبادل بقى. بكين توسع قائمة الحظر، تدخل بقى كمان معاها مواد المغناطيس الدائم، واشنطن كمان تتغابى وتعمل قيود اكبر على الاستيراد من الصين وعلى الاستثمار كمان فيها وفي شركاتها، توصل لتصدير السوفت وير او البرمجيات من قطاع الطاقه النظيفه، وكده يبقوا الطرفين بيتغابوا على بعض وعلى العالم معاهم. اخر سيناريو بقى اللي هو العوده للهدنه اللي احنا كنا فيها من شويه قبل اعلان الصين، واظن ان ده مش هيحصل. ان الصين تعمل تخفيف محدود لبعض الشركات وتبتدي تديهم المعادن النادره دي، وامريكا تجمد ال100% اللي ناويه تحطها عليهم. بس من الاخر كده الموضوع ده شكله هيقلب عكننه. الصين واضح جدا ان هي ناويه تنافس امريكا بقوه على رياده العالم، وروسيا واقفه في ظهرها، وامريكا خسرت الكثير من الحلفاء الفتره اللي فاتت بسبب سياسات ترامب. طبعا في فعلا احتمال ان امريكا لما تيجي تبتدي ترد بقى في البترول واسعاره ويضغطوا على الصين عن طريق الحلفاء في الخليج، والصين اكيد مش ناويه تسكت. ربنا يستر بقى، وخلينا كده عينينا على اللي بيحصل اليومين دول، عشان ده بيرد وبيسمع في كل حاجه من اول المواد الغذائيه لحد الذهب.